مسيرة رونالدو أقل ما يقال عليها إنها مليانة بطولات وأرقام قياسية، وبما إن اللاعب خلاص بقى 40 سنة الكل متوقع قرار اعتزاله قريب. بس رونالدو مش هيعتزل قبل الرقم ده، 1000 جون. فهل رونالدو هيتحدى الزمن للمرة الأخيرة ولا السن هيتغلب عليه؟ Soon I will do it 900 and after I will beat 1000. عكس ما بعض الناس فاكرة، رونالدو ما كانش ماكينة التهديف اللي نعرفها دلوقتي. اللاعب لما بدأ مسيرته كان ستايله في اللعب مهاري وسريع، وكان متألق جدا في مركز الجناح. رونالدو كان بيعتمد على رشاقته وخفة رجله في انه يقدر يحرج اي مدافع يقف قصاده، لدرجة ان فيرجسون لما شافه بيلعب قدامهم قال انه مش هيمشي من الاستاد ده قبل ما يتفق معاه انه يوقع مع اليونايتد. وبالفعل ده تم. رونالدو يمضي العقد ويبدا في انجلترا مع فريق مليان نجوم. الستايل بتاع رونالدو في اللعب فضل زي ما هو من ايام سبورتنج، مهاره وسرعه واسيستات لفان نيستلروي، وفضل على ستايل صانع اهداف بدون تسجيل فتره طويله. انت متخيل ان الهداف التاريخي لكره القدم قدر يسجل 19 جون بس في اول 100 ماتش ليه مع اليونايتد؟ فيرجسون حس ان لاعب بالمستوى ده ما ينفعش يفضل بعيد عن المرمى كده، وبعد ما فان نيستلروي مشي من الفريق فيرجسون اعتمد على رونالدو في التهديف اكتر. واحده بواحده فيرجسون حوله الى وحش قدام المرمى. رونالدو في موسم 2007 2008 قدر يسجل مع الفريق 42 جون في 49 ماتش بس، ودي كانت نقطة التحول في مسيرته. يكسب أول بالون دور، الحذاء الذهبي، الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، ويبدأ ياخد شخصية رونالدو اللي نعرفه دلوقتي. وده خلى ريال مدريد يتعاقد معاه في 2009، وهناك رونالدو يوصل لمرحلة من الانفجار التهديفي محدش شافه قبل كده. رونالدو مع مدريد مسجل 450 جون في 438 ماتش بس، يعني حرفيا جايب عدد اجوان اكتر من الماتشات اللي لعبها. اصابة رونالدو في ركبته خلته يفقد جزء كبير جدا من المراوغات السريعة، بس ده جيب اثر ايجابي على قدرته التهديفيه. في سن 33 سنه رونالدو بيفاجئ الجميع ويسيب مدريد ويروح يوفنتوس، وهنا بعض الناس شافت ان دي بدايه نهايته. اللاعب خلاص كلها 3 4 سنين ويعتزل زي اي لاعب يوصل لسن 37، عشان كده راح الدوري الايطالي. بس رونالدو زي كل مره تجاهل الاراء دي كلها ورد عليهم جوه الملعب، وقدر يسجل 101 هدف في 134 ماتش. وفي 2021 وهو عنده 36 سنه يرجع اليونايتد مره تانية. بس هنا بقى السن ابتدى يبان تاثيره. معدل تهديف رونالدو نزل الى حوالي جون واحد بس كل ماتشين، بس برضه انت بتتكلم عن لاعب عنده 36 سنه بيلعب في اقوى دوري في العالم مع فريق يونايتد متهالك. والوضع ازداد سوءا لما تنهاج مسك الفريق وقرر عدم الاعتماد على رونالدو في اغلب الماتشات، الموضوع اللي خلى رونالدو يطلع عن شعوره ويهاجم اداره النادي والمدرب في التلفزيون. رونالدو كان شايف انه لسه يجي منه ويستاهل يلعب ويثبت نفسه، ولما ده ما اتحققش في انجلترا قرر ياخد فرصته في السعوديه مع النصر، وكان من اوائل الناس اللي فتحت باب الانتقالات للدوري السعودي. بس زي كل مره الانتقاد الصحافي قال لك بس كده يا معلم، رونالدو جاب اخره وهيروح هناك عشان يلم قرشين ومش فارق معاه يسجل ولا لا. بس كالعاده رونالدو يسكت الانتقادات دي كلها. رونالدو حاليا مسجل 78 جول مع النصر في 87 ماتش. بجانب ارقامه مع الانديه رونالدو مسجل 135 جول مع المنتخب وقدر يحقق معاهم لقب اليورو. رونالدو كان ممكن يعتزل بعد كاس العالم اللي فات، بس بعد خروجهم من المغرب في ربع النهائي رونالدو قرر يكمل ومش بعيد يشارك في كاس العالم 2026 وهو 41 سنه. برغم من السن ده رونالدو عينه على الجول رقم 1000، وفي وقت نزول الفيديو ده رونالدو مسجل 920 جول فاضله 80 جول بس هل هيقدر يسجلهم؟ بحسبه سريعه كده هنعرف ان رونالدو كل سنه بيسجل حوالي 40 جول، يعني ممكن في خلال سنتين من دلوقتي رونالدو يسجل الهدف ال1000. واللي يخلي الموضوع جميل اكتر ان كاس العالم بعد سنه ونص من دلوقتي، يعني في احتماليه ان رونالدو يسجل الهدف ال1000 ليه في اكبر بطوله في العالم قدام اكبر عدد من الجماهير. ما بالك بقى لو البرتغال تكسب كاس العالم ويبقى حرفيا احلى نهايه قصه لواحد من اساطير الكوره اللي مش هيجي زيه بعد كده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وقول لي رايك في الكومنتات. هل شايف ان رونالدو هيقدر يحقق الهدف ال1000 في مسيرته ولا السن الكبير هيمنعه من اللقب ده؟ وعشان بس هقرب لك الصوره قد ايه رقم زي ده مستحيل يتكرر تاني، عندك اتنين زي هالاند ومبابي عشان يقدروا يوصلوا رقم زي كده محتاجين يسجلوا فوق ال 45 جول كل موسم لاكتر من 15 سنه متواصله. فقد ايه ده يوضح لك ان رونالدو اكتر لاعب عنده استمراريه في تاريخ كره القدم. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان فريقك المفضل يكسب الدوري، واشوفكم الاسبوع الجاي.